اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة في حلقة الناس كتير كانت مستنياها. الحلقة دي جميلة جدا جدا جدا. الحلقة دي عن العلمين الجديدة، مدينة فيرست هوم، يعني مدينة نقدر نعيش فيها طول السنة خلال ال 12 شهر. فيها طبعا مطار، فيها جامعات، فيها مدارس، فيها حاجات استلامات فوري. الإيجارات فيها من أول 4000 جنيه و2000 جنيه حسب قبل الطريق أو بحر الطريق. الحلقة النهاردة هنتفرج على جمال العلمين الجديدة، وبنبتدي بقى بالابراج واحنا داخلين كده في العلمين الجديده. عشان ناس كتير سالتني قالت لي الفيديو بتاع العلمين ده انت اتاخرت فيه ليه؟ الفيديو ده فاضل. قلت لهم يا جماعه انا بحاول اجيب احسن القطع او الفيديوهات اللي تبقى مميزه عشان الناس تشوف جمال العلمين اللي بجد، الحاجات الجميله، المناظر الطبيعيه الجميله اللي في العلمين الجديده، عشان تعرف المدينه دي فعلا كانت اتجاه دوله ونجحت فيها ولا كانت لا. فزي ما احنا شايفين مع بعض كده مدينة العلمين عاملة ازاي ووصلت لإيه. كانت صحراء جرداء، النهاردة بقت مدينة، ومدينة عالمية سياحية. ناس كتير بتيجي. طبعا فندق الماس انت شفته طبعا مهرجان العالمين عامل ازاي، الفنان تامر حسني والفنان عمرو دياب اعلان فودافون. شغل كتير جدا في العالمين الجديدة، وطبعا نازل فيها احمد سعد ونازل مغنيين كتير، والحفلات هناك ما بتخلصش لان مهرجان العالمين ده من اقوى المهرجانات اللي شفتها فعلا في مصر. حاجة فعلا يعني نبقى فرحانين ان احنا عايشين في بلد اتطورت بقت فيها مدينة زي مدينة العلمين، وأبراج اللي موجودة في العلمين الجديدة ممتازة جدا. أنا بصراحة يعني مبسوط جدا بتصوير الفيديو. مش عايز أطول عليكم في الكلام، أنا عايزكم تستمتعوا بالفيديو كده وتتفرجوا على المنظر ده، أبراج العلمين عاملة إزاي. طبعا القطع اللي فاضية دي طبعا كلها متباعة، مثلا في حاجات لونش هتطلع كمان 3 سنين، حاجات خلاص استلامات فوري. في طبعا حاجات تجاري لو حد برضه حابب يبتدي انفست في حاجة تجاري. في حاجات كتير معروضة في التجاري في العلمين الجديدة، ولكن لسه مش مفتوحة حاليا. لما تتفتح برضه هنزل اعلان بيها عشان الناس اللي حابة تحجز تجاري سياحي في العلمين الجديدة تبتدي تحجز. كاستثمار بصراحة العلمين الجديدة أنا شايفها إن هي من أفضل الاستثمارات بصراحة، لأنها مدينة بالفعل ابتدت واتعمل السوفت اوبننج بتاعها او الاوبننج بتاعها خلاص بقى تمام، والعدد السكاني او الكثافه السكانيه الكباستي في المدينه بقى جميل زي ما انتم شايفين. يعني انا طبعا بحاول بقدر الامكان ان انا اصور وقت الفجر عشان يبقى في حاجه باينه شويه. لكن لو انا صورت مثلا بالليل او من الصبح مثلا من الساعه 12 واحدة الظهر كده، الزحمه مش هعرف اطلع لكم صور كويسه او فيديو كويس في العالمين. فخلينا كده نتفرج كده على الفيديو واتفرجوا عليه للآخر، وهستناكوا كده في آخر الفيديو. وطبعا اي حد محتاج اي استفسار يا ريت يسيب كومنت، ورقمي طبعا انا سايبه لكم في اكتر من فيديو. انا مش عايز احط رقمي على الفيديو عشان ما يبوظش شكل الفيديو بصراحة. الفيديو جميل جدا وانا تعبت في تصويره جدا في كذا مقطع، مقاطع ورا بعض دقيقة ودقيقة وعشرين ثانية، وحاولت اجمع الفيديو ده 5 دقايق بس بصراحة تعبت فيه. وهو يعني الحمد لله ان هو طلع بالكواليتي اللي انتوا شايفينها دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا انا كان في فيديوهات بنزلها قبل كده كان التصوير بتاعها مش احسن حاجة، ولكن حاولت بقدر الامكان ان انا اكون مثبت الموبايل وبصور صور كويسة الناس تشوفها. وصورت لكم طبعا داون تاون والحي اللاتيني والقطعة بتاعت شركة القذار اللي هي نورد هتشوفوها في آخر الفيديو. ده معمول عليها لونش بمقدم 0% والبيع على 6 سنين. واللي محتاج أي استفسار، محتاج أي حاجة مثلا يعني اشترى حاجة عايز يعرف الحاجة دي كويسة أو لأ، خشوا كلموني على طول. هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن تحت، وهسيبكم تستمتعوا بالفيديو، وهستناكم في آخر الفيديو. دلوقتي يا شباب خلاص وصلنا لاخر الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا استنوا فيديو تاني برضو انا اصور لكم برضو، احاول بقدر الامكان اجمع احسن المقاطع واجمعها لكم في فيديو واحد. محدش ينسى يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس وشير وكومنت عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد.